بالفعل ثارت ضجة كبيرة مؤخرا في الأوساط الرياضية، وهي تعكس حجم الاحترام الذي بات يتمتع به أسود الأطلس عالميا، خاصة مع اقتراب مونديال 2026. إليك تفاصيل ما قاله هذا الثلاثي البارز. 1. جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في تصريح حديث له فبراير 2026 أكد إنفانتينو بوضوح أن المغرب قادر على التتويج بكأس العالم 2026. السبب: استند في ذلك إلى وصول المغرب لنصف نهائي مونديال قطر 2022 وتتويج منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عاما، معتبرا أن المغرب تحول إلى قوة كبرى في كرة القدم العالمية. 2. توني كروس أسطورة ألمانيا وريال مدريد، خلال حديثه عن توقعاته للمونديال القادم، وضع كروس المغرب ضمن قائمة المرشحين الكبار إلى جانب فرنسا وإسبانيا والبرتغال. ملاحظة مثيرة: كروس استبعد البرازيل من قائمة مرشحية الأوائل، مفضلا وضع المغرب كحصان أسود يمتلك الشخصية والجودة للذهاب بعيدا. 3. كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل حاليا. أنشيلوتي الذي يقود المنتخب البرازيلي في هذه النسخة صرح بأن المغرب هو الخصم الأصعب في مجموعته، المجموعة الثالثة التي تضم أيضا اسكتلندا وهايتي. رأيه: أشاد بالتنظيم الدفاعي والروح القتالية للمغاربة، واعتبر مواجهتهم في الافتتاح 13 من يونيو 2026 بملعب ميتلايف اختبارا حقيقيا لطموحات البرازيل. جدول مواجهات المغرب في دور المجموعات مونديال 2026. التاريخ: الخصم: الملعب 13 من يونيو 2026. البرازيل: ميتلايف، نيويورك 19 من يونيو 2026. اسكتلندا: بوسطن 24 من يونيو 2026. هايتي: أتلانتا. هذه الترشيحات تضع ضغطا إيجابيا على كتيبة وليد الركراكي، فهل تعتقد أن الأسود قادرون على تجاوز إنجاز قطر والوصول للنهائي هذه المرة؟ هل تود أن أطلعك على القائمة المتوقعة للمنتخب المغربي أو تفاصيل أكثر عن الملاعب التي سيلعبون عليها؟ بالتأكيد، بما أننا في فبراير 2026 فقد أصبحت الصورة أوضح بكثير مع اقتراب المونديال، أقل من 4 أشهر على الانطلاق. إليك تفاصيل إضافية حول تصريحات هؤلاء العمالقة ومسار المنتخب المغربي. تفاصيل التصريحات: فبراير 2026. جياني إنفانتينو في فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام 4 من فبراير 2026 قال نصا: نعم، المغرب قادر على التتويج، لقد أصبحوا قوة كبرى، وما حققوه بفوزهم بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما مؤخرا يثبت أن لديهم جيلا لا يتوقف عن النمو. توني كروس في بودكاست رياضي أشار إلى أن المنتخب المغربي يمتلك نضجا تكتيكيا يجعله يتفوق على منتخبات أوروبية عريقة، ووصفهم بأنهم لم يعودوا مجرد مفاجأة، بل هم رقم صعب يحسب له الجميع ألف حساب. كارلو أنشيلوتي كمدرب لمنتخب البرازيل أبدى قلقه من المواجهة الافتتاحية ضد المغرب، قائلا: القرعة وضعتنا أمام خصم هو الأكثر تطورا في العقد الأخير. مواجهة حكيمي ودياز وبونو في أول مباراة تتطلب تركيزا بنسبة 100% كمدمجة. جدول رحلة الأسود في دور المجموعات: سيخوض المغرب مبارياته في 3 مدن أمريكية كبرى ضمن المجموعة الثالثة. سي 1. المباراة الأولى: المغرب ضد البرازيل. التاريخ: 13 من يونيو 2026. الملعب: ملعب ميتلايف، نيويورك / نيوجيرسي، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية. 2. المباراة الثانية: المغرب ضد اسكتلندا. التاريخ: 19 من يونيو 2026. الملعب: ملعب جيليت، بوسطن. 3. المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي.
التاريخ 24 من يونيو 2026. الملعب مرسيدس بنز ستاديوم أتلانتا. القائمة المتوقعة: أبرز الأسماء: يعتمد وليد الركراكي على مزيج من الخبرة والشباب المتألق في أوروبا. حراسة المرمى: ياسين بونو. القائد المعنوي: منير المحمدي. الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، وعبد الحميد آيت بودلال، الموهبة الصاعدة. الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، وبراهيم دياز الذي يعول عليه الكثير لتفكيك دفاعات الخصوم. الهجوم: سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، إلياس بن صغير، ويوسف النصيري. نقطة قوة: المغرب يدخل البطولة وهو في التوب 10 عالميا في تصنيف الفيفا، مما يجعله رسميا من كبار القوم في هذه النسخة. هل تود أن أصمم لك جدولا زمنيا كاملا لكل مباريات البطولة، أو ربما ترغب في معرفة من هم المنافسون المحتملون للمغرب في دور 32؟ بناء على التطورات الأخيرة في فبراير 2026، إليك تفاصيل أعمق حول هذه التصريحات التي جعلت المغرب حديث الساعة في الأوساط الرياضية العالمية. تفاصيل القنبلة الإعلامية فبراير 2026. إنفانتينو واليقين المغربي. في رده على سؤال عبر إنستغرام 4 من فبراير 2026، لم يكتفي إنفانتينو بالمديح، بل قال: المغرب لم يعد مجرد حصان أسود، بل أصبح قوة كبرى، باور هاوس. فوزهم بكأس العالم تحت 20 عاما مؤخرا ليس صدفة، بل نتيجة عمل قاعدي جبار. كنيل. وأضاف أنه يضع المغرب رسميا ضمن دائرة المرشحين التقليديين للقب. توني كروس وتحليل النضج. كروس المعروف بصرامته في التحليل أكد في ديسمبر الماضي أن استبعاد البرازيل من قائمة مرشحية الأوائل لصالح المغرب يعود إلى النضج التكتيكي الذي وصل إليه الأسود، مشيرا إلى أنهم يمتلكون الآن لاعبين في كل المراكز يلعبون في الصف الأول عالميا. أنشيلوتي مدرب البرازيل منذ قرعة ديسمبر 2025. وأنشيلوتي يكرر في كل لقاء صحفي أن مباراة المغرب في الافتتاح هي نهائي مبكر. صرح مؤخرا بأن المنتخب المغربي يمتلك ميزة لا تملكها الكثير من المنتخبات، وهي التوازن بين الروح القتالية والجودة التقنية العالية. خارطة طريق الأسود في المونديال. المجموعة الثالثة. مباريات المغرب ستكون في قلب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهي منطقة تشهد كثافة كبيرة للجاليات المغربية والعربية. 1. المغرب البرازيل، الافتتاح الكبير. المكان: ملعب ميت لايف، نيوجيرسي، سعة 82,500 مشجع. الأهمية: أول اختبار حقيقي، الفوز أو التعادل يعني قطع نصف الطريق نحو الصدارة. 2. المغرب اسكتلندا. المكان: ملعب جيليت، بوسطن. التحدي: مواجهة الاندفاع البدني البريطاني بمهارات الأسود. 3. المغرب هايتي. المكان: ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا. الهدف: حسم التأهل وتأكيد المركز الأول لتجنب مواجهات صعبة في دور 32. القائمة الذهبية لعام 2026 وفقا لآخر استدعاءات وليد الركراكي. هذه هي الأسماء التي يعول عليها العالم. في المرمى: ياسين بونو، لا يزال الحارس الأول والملهم. الدفاع: ثنائية نايف أكرد والجوهرة الصاعدة عبد الحميد آيت بودلال الذي أبهر الجميع في كأس العالم للشباب. الوسط: مثلث الرعب، سفيان أمرابط التوازن، عز الدين أوناحي المهارة، وبراهيم دياز العقل المدبر. الهجوم: إلياس بن صغير، الموهبة التي انفجرت في موناكو، سفيان رحيمي القناص، وأيوب الكعبي. حالة المنتخب حاليا فبراير 2026. التصنيف العالمي: المركز 9 عالميا، الأول إفريقيا وعربيا. المعنويات: المغرب يدخل المونديال وصيفا لبطل إفريقيا بعد نهائي كان 2025 المثير ضد السنغال، مما ولد رغبة عارمة في التعويض على المسرح العالمي.
هل تود أن أقوم بتحليل المواجهة التكتيكية المرتقبة بين الركراكي وأنشيلوتي في مباراة البرازيل؟ أم ترغب في معرفة القنوات الناقلة وكيفية الحصول على تذاكر المباريات؟ بما أننا في فبراير 2026، فقد أصبحت هذه التصريحات هي الحدث الأبرز في التغطيات الرياضية العالمية، خاصة وأن المغرب يدخل المونديال بشخصية البطل بعد إنجازاته الأخيرة. إليك تفاصيل أعمق وأكثر حداثة حول ما يدور في كواليس هؤلاء الثلاثة تجاه أسود الأطلس. 1. جياني إنفانتينو. المغرب لم يعد مفاجأة. في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في 4 فبراير 2026، كان إنفانتينو حاسما جدا في كلامه. الاقتباس: نعم، المغرب يمكنه الفوز بكأس العالم 2026. لقد انتقلوا من مرحلة الطموح إلى مرحلة اليقين. المبررات: استند إنفانتينو إلى فوز المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 عاما التي أقيمت مؤخرا، معتبرا أن الاستمرارية بين جيل قطر 2022 والشباب الحالي جعلت المغرب قوة عظمى Global Force. 2. توني كروس. تحليل الكمبيوتر الألماني. توني كروس الذي اعتزل اللعب ويتجه الآن للتحليل الفني والتدريب، صرح في ديسمبر 2025 بعد قرعة المونديال عبر صحيفة آس الإسبانية قائمة الأربعة الكبار. وضع كروس المغرب جنبا إلى جنب مع فرنسا، إسبانيا والبرتغال كأبرز المرشحين للقب. الرؤية الفنية: يرى كروس أن المنتخب المغربي يمتلك أفضل جودة تقنية في إفريقيا، وأصبح يضاهي المنتخبات الأوروبية في الانضباط التكتيكي، وأشاد خصيصا بتطور اللاعبين الشباب في الدوريات الكبرى. 3. كارلو أنشيلوتي. المنافس الأول للبرازيل. أنشيلوتي الذي يقود الآن المنتخب البرازيلي في أول تجربة دولية له، عبر عن قلقه بوضوح من صدام الافتتاح. تصريح ميتلايف: قال أنشيلوتي بعد القرعة: المباراة الأولى ضد المغرب في نيوجيرسي ستحدد مسار مجموعتنا. المغرب هو منافسنا الرئيسي، لديهم خبرة نصف نهائي المونديال وقوة بدنية هائلة. شهادة في حق الركراكي. أثنى أنشيلوتي على عمل وليد الركراكي، واصفا إياه بالمدرب الذكي جدا الذي يعرف كيف يغلق المساحات أمام المنتخبات الكبيرة. وضع المنتخب المغربي اليوم فبراير 2026. التصنيف: يتواجد المغرب في المركز 9 عالميا وفقا لآخر تصحيح لتصنيف الفيفا. الحالة المعنوية: المنتخب المغربي وصيف كان 2025 بعد خسارة دراماتيكية أمام السنغال، وهو ما جعل اللاعبين في قمة الجوع لتحقيق اللقب العالمي. المجموعة سي تضم المغرب، البرازيل، اسكتلندا وهايتي. جدول مباريات المغرب القادم: العد التنازلي بدأ. المباراة: التاريخ، الملعب، المدينة. المغرب vs البرازيل 13 يونيو 2026. ميت لايف، نيويورك / نيوجيرسي. المغرب vs اسكتلندا 19 يونيو 2026. جيليت، بوسطن. المغرب vs هايتي 24 يونيو 2026. مرسيدس